أهلا وسهلا زبائننا الكرام، نقدم لكم حل لمشكلة رفض الرقم العراقي من قبل شركة أبل. نقدم لكم أكثر من 50 دولة، أرقام هاتف لأكثر من 50 دولة. هنا في هذه المرحلة تختار الدولة اللي أنت تحب تفعل عليها الحساب، ولنفرض أنه اختارينا مصر. نذهب إلى الإعدادات، لطفا اتبع التعليمات التالية. نذهب إلى عام، ومن ثم اللغة والمنطقة. المنطقة يجب أن تكون نفس الدولة اللي قررنا أنه ناخذ رقم الهاتف من عندها. في حالتنا هذه مصر، تغيير إلى مصر. الآن نذهب نتأكد أنه الدولة مصر وفق ما احنا اختارينه في هذا الحساب. أي دولة ممكن تختارها، مصر. الآن أصبح كل شيء جاهز لحتى نسجل دخول. نذهب إلى المتجر ونقوم بعملية تسجيل الدخول، نسخ ولصق حصرا. لطفا الحساب لا تكتبه بإيدك، اضغط على كلمة نسخ ولصق، ثم تسجيل دخول. تسجيل دخول. رمز التحقق الخاص بالبريد الإلكتروني تلقاه تحت كلمة السر. نضغط على كلمة تحديث ومن ثم نكتبه. ممتاز. رقم الهاتف، راح نذهب لطلب رقم هاتف. في حالتنا هذه مصر، طلب رقم الهاتف نضغط عليها مرة واحدة فقط، ثم نضغط نسخ لرقم الهاتف اللي ظاهر عندنا، ونضغط لصق ثم إرسال. الآن تم إرسال رمز التحقق لرقم الهاتف. نذهب ونضغط على تحديث للSMS الموضحة أمامكم. نضغط أكثر من مرة تحديث لحين ظهور رمز التحقق. نقوم بإدخاله. ومبروك عليك تفعل الحساب الأبل ID الخاص بك. أهم فقرة لازم ننبهكم عليها وهي تغيير رقم الهاتف إلى رقمك الشخصي، رقم الزبون الشخصي للتبع التالي. نذهب إلى الإعدادات، ثم على حساب الأبل كلمة السر والأمان. نضغط على تعديل أو المصادقة ذات العاملين. نحذف الرقم الأجنبي ونضغط متابعة. طبعا بالتأكيد راح يطلب منك كلمة سر الهاتف، رمز قفل الشاشة، وهنا نختار العراق حتى ندخل رقمك العراقي وينربط حسابك الأبل ID برقمك الشخصي. هاي فقرة جدا مهمة يجب اتباعها. نوفر لكم خدمة زبائن من الساعة 10 صباحا وحتى 1 بعد منتصف الليل.